دوليا وفي واشنطن، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن وبجانبه إسحاق هيرتسوغ بتوصل إسرائيل إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. احتفل الرئيسان الأمريكي جو بايدن والإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بالتفاهم الذي تم التوصل إليه لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. في البيت الأبيض، رحب بايدن وبجانبه هيرتسوغ بتوصل إسرائيل إلى تفاهم طال انتظاره حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، علما بأن الاتفاق تم بوساطة أمريكية. ووصف بايدن التفاهم بأنه اتفاق تاريخي. وقال بايدن إن اتفاق ترسيم الحدود سيتيح للبلدين تطوير حقول الطاقة، ومن شأنه أن يخلق أملا جديدا وفرصا اقتصادية. وتأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي لواشنطن في خضم توتر قائم حول مصير الأنشطة النووية الإيرانية، إذ تحاول إدارة بايدن إحياء الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بما يضعه مجددا تحت رقابة دولية تضمن سلميته مقابل رفع العقوبات. وفي الخبر الرياضي، فاز فريق الجيش الملكي على فريق حسنية أكادير ب2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.